ايه هو الووتر ريتنشن او احتباس الميه في الجسم؟ يعني من الاخر كده الشويه اللي مبقيين تحت دول يعتبروا ووتر ريتنشن. الووتر ريتنشن يا عزيزي، عزيزي ايه، انا مش الدحيح. اول حاجه لازم تبقى عارف ان جسم الانسان بيتكون من 60% ميه، وده الضروري علشان اجهزه الجسم، بس لو الميه زادت عن حدها ممكن تعمل لك مشاكل صحيه. بس انا اعرفك اصلا الووتر ريتنشن او احتباس الميه ده ممكن يحصل بسبب ايه. رقم واحد، ظبط ملحك. كميه الصوديوم اللي داخله جسمك لازم تبقى محسوبه ومعروفه كويس قوي. خد من 2.3 ل 8 جرام صوديوم في اليوم، ما تزودش عن كده. او زي مثلا انك ما بتشربش ميه. انت عارف ان عدم شربك للميه ممكن اصلا يحبس ميه كتير جوه جسمك؟ زي ما بقول لك كده، لازم تحسب نسبه النشويات اللي داخله جسمك، تحسب السعرات الحراريه بتاعتها، لانك لازم تعرف ان مع كل 1 جرام كربوهيدرات بيعبي قصادها 3 مللي ميه. وبكده ابقى شرحت لك احتباس الميه وازاي هتتخلص من